السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2026 مهندسين مستقبل طلاب الأستاذ محمد الكردي المحترمين، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا موضوع أحكام التلاوة مثل ما هو مكتوب ببالك. ينقسم أحكام التلاوة إلى 4 أقسام: إظهار وإقلاب وإدغام وإخفاء. الإظهار ناخذ الهمزة والهاء والعين والحاء والخاء والغين، نلخصها بجملة أخي هاك علما حازه غير خاسر. الإقلاب فقط حرف الباء. الإقلاب فقط حرف الباء. الإدغام كلمة يرملون. الإدغام كلمة يرملون. كلمة يرملون تنقسم قسمين: ينمو بغنة، والباقي الراء واللام الرل بدون غنة. الإخفاء بقية الأحرف 15. خطوات الحل: نكتب الأحرف بنهاية الدفتر الامتحاني، أو إذا حابين على الأسئلة نحدد النون الساكن. نون التنوين مثل ما موضح قبالكم، عندنا نون عادية بدون أي شيء، ونون ساكنة، ونون اللي عليه حرف الحاء مثل حرف الحاء هذا، وعندنا تنوين الفتح والتنوين الضام وتنوين الكسر. عندنا سؤال وزاري تقريبا شامل كل الأحرف والأنواع والأحكام. السؤال يقول: استخرج أحكام النون الساكنة والتنوين وبين نوعها وأذكر السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن عفا له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. مثل ما قلنا راح نسوي الجدول 3 أقسام: الحكم ونوعه والسبب. نجي نقرأ الآية. عندنا فمن عليها سكون، فناخذها هي والكلمة اللي بعدها، يعني يصير فمن عفا. نجي ننزلها بالحكم فمن عفا. زين، هسه أنا كاتب لك نوع إظهار. شلون راح نعرف هي إظهار أو غير إظهار؟ تمام. عندنا جاتني النون بها سكون، وحرف العين. حرف العين مثل ما قلنا وين؟ بالإظهار، إذا نوع إظهار. السبب: جاء بعد النون الساكنة حرف العين وهو أحد حروف الإظهار. تمام. فمن عفا له من أخيه. من أخيه نون ساكنة وعندنا همزة، نون ساكنة وعندنا همزة مال من؟ مال أخيه. إذا ننزل من أخيه هنا بالحكم، لازم الكلمة اللي بيها نون واللي بعدها. نوعها إخفاء، ليش؟ لأن همزة، فنفس جاء بعد النون الساكنة حرف، بس الحرف شو يكون؟ همزة. زين، هو أحد حروف الإظهار. شيء تنوين الضام وحرف الفاء بعده. حرف الفاء موجود بالإظهار؟ ما موجود. بالإقلاب العفو ما موجود. بالإدغام ماكو. إذا هي البقية الحرف الإخفاء، ونقول جاء بعد التنوين أحد حروف الإخفاء وهو حرف الفاء. فإتباع بالمعروف نفس الكلمة بس ننزلها رقم 4 تختلف عن رقم 3. ذيك شيء فإتباع، هاي فإتباع بالمعروف. إذا اقلاب، ليش؟ لان عندنا حرف الباء بالمعروف، فاتباع ورا التنوين جانا حرف الباء. اذا نقول اقلاب، وما عندنا بالاقلاب بس حرف الباء. جاء بعد التنوين احد حروف الاقلاب وهو حرف الباء. واداء اليه اظهار، جاء بعد التنوين احد حروف الاظهار وهو حرف الهمزة. واداء اليه. نكمل الآية ما كفت الورقة. قلنا بإحسان ذلك اللي هي إخفاء، جاء بعد تنوين حرف الدال أحد حروف الإخفاء. من ربكم تخفيف، من ربكم تخفيف بها تنوين، إذا ننزل تخفيف والمن الكلمتين، ننزل الكلمتين. هاي إدغام بغنة، ليش؟ لأن جاء بعد التنوين أحد حروف الإدغام وهو يا حرف الميم، من ضمن ياها يرملون. الراء واللام بدون غنة، إذن هو إدغام بغنة. تمام. من ربكم، من بها سكون وبعدها راء، إذن هاي إدغام بدون غنة لأحد حروف الإدغام نفس الشيء.
جاء بعد مثلا نقول جاء بعد النون الساكنة حرف الراء، وهو أحد حروف الإضغام بدون غنة، مال رل. شكرا جزيلا، مع السلامة، موفق يا رب.